السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم استفادة عامة مع فيديو جديد وإفادة جديدة ومعلومة جديدة. كيف ما كتشوفوا في هذا الفيديو هذا غادي نهضروا على الاكتشاف التاريخي للذهب بالمغرب، نسبة، تركيز عالمية. قبل ما ندخلوا في تفاصيل ديال هذا الفيديو هذا، بالنسبة للناس اللي كيشاهدونا لأول مرة ما تنساوش تشتركوا في القناة وتختاروا زر الجرس باش يوصلكم كل معلومة وكل فيديو جديد، ودعمونا بواحد لايك للفيديو باش هذه الإفادة والمعلومة توصل للجميع. نبداو على بركة الله. المغرب كيعلن على اكتشاف تاريخي للذهب بنسبة تركيز عالمية، حيث أن العينات المأخوذة كتحتوي على نسبة ذهب تتوصل حتى 300 غرام للطن. فأعلنت الشركة ديال تريدين أولا بالاس عن اكتشاف شبكة واسعة من عروق الذهب عالية الجودة بإقليم قلميم جنوب المغرب. وصفت الشركة في بيان أن هذه الاكتشافات بأنها من أبرز التطورات في قطاع التعدين المغربي خلال هذه السنوات الأخيرة. كما أوضح فريق الخبراء الجيولوجيين اللي كيعمل في المشروع أن الشبكة المكتشفة كتضم 34 عرق من الكوارتز الحامل للذهب، وكتوصل إلى أعماق تتجاوز 100 متر، مع عرض سطحي كيتراوح بين 40 سنتيمتر ومتر ونص وفق مصادر خاصة. وأظهرت نتائج التحاليل أن العينات المأخوذة من خنادق وأنفاق قديمة كتحتوي على نسب ذهب تراوحات بين 6 غرام للطن الواحد و 300 غرام للطن، كتراوح بين 6 و 300 غرام للطن. وهو ما الشيء اللي كيجعل هذه العروق هذه من بين أعلى المستويات عالية الجودة على المستوى العالمي، حيث كتعتمد كثير من المناجم العالمية على نسب ما كتجاوزش 2 غرام للطن. فهذا بما أن هنا اكتشفوا 6 غرام، ما بين 6 حتى 300 غرام للطن، فكتعتبر جودة عالية على المستوى العالمي، وتعتبر من أول الأماكن اللي غتكتشف فيهم هاد الكميات هذه من الذهب للطن الواحد. فالتحقيق الجدوى الاقتصادية الشيء اللي كيعكس القيمة العالية لهذه الاكتشافات. فوضحت الشركة أن العروق تكونت بفعل حركة السوائل المعدنية الساخنة عبر شقوق الصخور القاعدية القديمة، حيث توفرت الظروف الملائمة لترسيب الذهب والمعادن المصاحبة. كما يكتسب الموقع أهمية تاريخية إضافية لوجوده فوق مجرى نهر درعا التاريخي المعروف بترسباته الذهبية، ما يؤكد أن الذهب النهري الذي عثر عليه قديما كان مصدره هذه الصخور الغنية بالمعادن. فبالنسبة لهذا الاكتشاف هذا غادي يزيد واحد الزيادة كبيرة في الإنتاج ديال المغرب. كما أشار الخبراء أن تطوير هذه العروق قد يرتفع الإنتاج بشكل كبير ويضع المغرب في مصاف الدول الصاعدة في إنتاج الذهب، إلى جانب تنوع موارده المعدنية الأخرى مثل الفوسفات والنحاس والليثيوم. وقال أودي نابوت رئيس قسم تطوير الأعمال أولا بلاس تريدين إن هذه النتائج تؤكد الإمكانات غير مستغلة للموارد المعدنية في المغرب، مشيرا أن هذه الشركة كتبنى استراتيجية متعددة المعادن كتشمل النحاس والليثيوم وتيتانيوم إلى جانب الذهب. هذا اللي عندنا في هذا الفيديو. ما تنساوش تشتركوا في القناة، وإذا عجبكم الفيديو دعمونا بواحد لايك للفيديو. إلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.